السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايه لكم بطريقة صابون اقتصادية بكوباية زيت مستعملة. عملت 7 كيلو 7 لتر من الصابون. زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله رغوته عالية. يعني بيلمع المواعين، بينظف واقتصادي، وحاجة احنا كنا هنرموها يعني. عاملين الصابون، يعني 7 لتر صابون. شوف هيكلفك قد ايه. يعتبر احنا عاملينه ببلاش، يعني مش عاملينه بفلوس. هي يعني 5 جنيه بس. جبتي بيها كيس صابون، وب2 جنيه 2 جنيه بطاس. اول حاجة طبعا عملتها، جبت بولة فيها ربع كوباية مية. حطيت فيها 3 معالق من البطاطس، دوبتهم كويس قوي، وركنتهم شوية لغاية لما بردوا، لاني طبعا البطاطس دوت مادة كاوية. فالمفروض ان انتي تخلي بالك، يعني تبقي لابسة جوانتي، لابسة كمامة، علشان خاطر لا قدر الله يعني ما يجيش حاجة عليكي. ولو فرضا يعني جت نقطة ولا حاجة، تخلي بالك يعني ايه، تحطي نقطة خل، وان شاء الله مش هيحصل حاجة بإذن الله. فانا بدوب البوتاص كويس قوي زي ما انتوا شايفين، لغاية لما يدوب، وبعدين بركنه شوية لغاية لما يبرد. وانا حطيت طبعا مية من التلاجة عشان يبرد بسرعة يعني. وضفت برضو جبت بولة كبيرة علشان خاطر اعرف اقلب يعني، وضفت فيها كوباية من الزيت، الزيت يعني اللي فاضل بقى من البطاطس، ومن الزيت المستعمل اللي فاضل من البطاطس، من السمك، من الفراخ. انا بحوشه يعني ما برموش. فزي ما انتوا شايفين استنيت لما البطاطس برد، وبعدين حطيت عليه كوباية من الزيت، وبقلب كويس لغاية لما يعني يتصبن معايا لونه. كل مادة زي ما انتوا بتشوفوا بيتغير، وكل ما كل ما بتقلبي، كل ما الصابون، كل ما الزيت والبطاطس بيتقلوا شوية بشوية. طبعا بكون محضرة نص كوباية من الرابسو العادي بتاع الغسيل. اوكسي، اي برسيل، اي حاجة، اريال، اي حاجة يعني ايه، اي مسحوق عندك يعني. زي ما انتوا شايفين السمك بتاعه كل مادة اهو من التقليب بيتقل. في المرحلة دي بقى يعني ايه، هضيف بقى ايه، نص كوباية من الرابسو. دي يعني اول حاجة بحط اهو آه، الرابسو 3 معالق، وبدوبه 3 معالق كبار من المسحوق، وبدوبه كويس قوي. وبكون محضرة برضو دقيق، عشان كل ما انت بتحطي الحاجات ديت، الدقيق والرابسو بيديلي سمك تقيل، وبسرعة بسرعة بيتقل معاكي الصابون، وبيتصبن بسرعة. في المرحلة ديت اهو، كل ما بقلب، كل ما انتوا زي ما انتوا شايفين بيتقل. طبعا هضيف معلقة من الملح، ومعلقة من السكر. انا دلوقتي بضيف الدقيق زي ما انتوا شايفين. بضيف الدقيق على الصابون، 4 معالق من الدقيق، وبقلب كويس قوي لغاية لما يعني كل المكونات اللي انا حطاها تختلط كويس مع بعضيها. وزي ما انتوا شايفين في المرحلة ديت اهيت بيتقل معايا كده. الصابون بتاعي بيتصبن، يعني بيبقى صابون. في المرحلة ديت يعني
لو انتي عاوزة بقى تصبيه يبقى صابون مكعبات. في المرحلة دي خلاص هي كده كده معايا الصابون. كده انا بوريكم بعد يعني ما سبته لتاني يوم. انا كنت بعمله بالليل معاكم ودوت يعني سبت الصابون لتاني يوم علشان يمسك معايا يتماسك، يعني هو زي ما انتوا شايفين. طبعا عشان يبقى قرص واحد انا يعني ايه بعمله بالمعلقة. بحطه يعني قرص واحد كده علشان خاطر يطلع معايا بسهولة. بكون محضرة رتلين من المية، رتلين من المية الساقعة، وبعدين بضيفهم في الحلة. وبعد كده بحط الحلة على النار لغاية لما يعني ايه الصابون يدوب معايا زي ما انتوا شايفين. انا طبعا بحطه على البوتاجاز، بدوب الصابون لغاية لما يعني انا دلوقتي بضيف المية ومولعة البوتاجاز وبحطه على النار اهوت. طبعا ايه هقعد اقلب فيه لغاية لما يدوب معايا خالص اهو. دايب خالص اهو الصابون. انا بوريكم ان هو طبعا المية السخنة بتدوبه بسرعة. فطبعا انا بعلي عليه الاول وبعد كده لما بيغلي بوطي خالص النار واقعد ايه اقلب فيه كده باستمرار. وبعد كده بكون محضرة برضو رتلين مية ساقعة زي ما انتوا شايفين كده. انا ضفته يعني فضيته في البولة وحطيت عليه رتلين مية ساقعة. ودلوقتي بحط معلقة ومعلقة من الكربوناتو ومعلقة من ملح الليمون. بدوبهم ده يعني الملح الليمون بيساعد على النظافة وبيساعد على ان هو ايه يعني يحفظ لي الصابون يعني بيبقى ايه مادة حافظة. والبطاطس زي ما انتوا عارفين بيلمع وبينظف المواعين يعني معايا وكل حاجة يعني اي اغراض. انا معايا رتل من الصابون السائل برضو بضيفه على الصابون. بيعزز لي برضو رغوة الصابون اكتر. هو يعني هو الرغوة بتاعته بتبقى يعني قوية، بس ده بيساعد كمان على ان هو ايه يعني بيزود النظافة اكتر كمان. انا طبعا اي اضافة بضيفها بقلب على طول عشان زي ما انتوا شايفين كل ما بقلب اي اضافة بضيفها واقلب الصابون بتاعي بيتقل. انا طبعا بوريكم اخر مرحلة. انا طبعا حطيت لون عشان الصابون بتاعي يبقى لونه يعني حلو. ولو انتي ما عندكيش اللون ده يعني ايه يعني مفيش مشكلة. اهم حاجة ان الصابون يعني بينظف معايا وبينظف اي حاجة. وانا طبعا ايه بوريكم يعني الرغوة بتاعته ما شاء الله تبارك الله يعني بيرغي كويس، بينظف حلو، بيلمع لي المواعين الألمونيا السلستيل بيلمع اي حاجة حتى الشاني بينظف. بص الرغوة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني واحنا ايه ما يعني جايبينه يعتبر بحاجة يعني ببلاش. احنا وفرنا كتير يعني 7 رتل صابون عملتهم بحاجة كنا بنرميها يعني كوباية زيت عملت لي 7 رتل يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني شوفي بقى توفير قد ايه. كنت انت هتجيبي يعني